وقبل ما نبدأ بتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. في الفيديو ده هتشوف أجرأ مشهد عملته ميرفت أمين. المشهد ده اتضمن معاشرة جنسية حقيقية بين بطل في الفيلم وبطل من الأفلام العربية المصرية الممنوعة من العرض، واللي رفعت شعار للكبار فقط، وده لكثرة المشاهد الخارجة والجريئة فيه. والفيلم اتمنع من قبله من المصنفات الفنية، وواجه مخرج الفيلم مشاكل كتيرة مع الرقابة، ولكن مخرج الفيلم رفض تقرير الرقابة وقال أنها وصف غير دقيق، واكتفى بإخفاء الأصوات فقط في المشاهد دي. وصممت الرقابة على منعه من العرض، ولكنه ظل متتاول على أشرطة الفيديو ورفع شعار للكبار فقط. فيلم ما تنساش اللحظة دي، لأنها اللحظة اللي تقرر فيها إنتاج أعظم طفل. فيلم أعظم طفل في العالم. ماديلدا دي فتاة سويدية بتصل مصر للإقامة عند صديق والدها الأستاذ الجامعي وزوجته المذيعة المشهورة اللي بيعانوا من عدم الإنجاب. جمال ماديلدا الفائق بيغوي الأستاذ الجامعي، ولكنه بيحاول أن يقاوم، ولكنه في النهاية بيستسلم لمشروع ماديلدا، وهو إنتاج أعظم طفل في العالم بيجمع بين الشرق والغرب. الفيلم إنتاج سنة 1972، قصة علي سالم وإخراج جلال الشرقاوي. أقامت بطولة الفيلم ميرفت أمين مع رشدي أباظة وهند رستم. الفيلم من أجرى الأفلام اللي أنتجتها السينما المصرية والعربية، حيث حمل مشاهد ساخنة وكانت الأكثر جراءة، مما دفع الرقابة لمنعه من العرض نهائيا، ولكن ظل متداولا على أشرطة الفيديو. الفيلم ده دخل ميرفت أمين دائرة الأفلام الممنوعة من العرض، واللي رفعت شعار للكبار فقط، ولكنه كان بداية سلسلة الأفلام اللي صدرت في نفس الاتجاه، خاصة خلال فترة السبعينات في القرن الماضي. مفيش داعي تفتحي شنطك، سامية تديكي أي حاجة تلبسيها. أوي تحبي أجيب لك قميص نوم؟ قميص نوم ليه؟ تنامي فيه. أنا بنام من غير هدوم. خالص